الربيع العربي هو تعبير عن الشعوب العربية التي انتظرت طويلا، فبعض الحكومات تعمل لمصلحتها بصرف النظر عن مصلحة الشعب. ولكن في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية سيطرت جماعة الإخوان المسلمين والجماعات السلفية الأخرى على النتائج، مما أثار مخاوف الكثيرين من أن ينتج الربيع العربي نظاما إسلاميا مشابها للنظام الإيراني. فهل تراودكم هذه المخاوف؟ لا أعتقد ذلك، فمصر تمتلك جيشا قويا يراقب ما يحدث ويستطيع أخذ زمام المبادرة في الوقت المناسب. وماذا عن سوريا؟ إلى أين تسير الأمور برأيك؟ أعتقد أن الوضع في سوريا أكثر تعقيدا مما هو عليه في مصر وليبيا بسبب وجود دول مثل لبنان والعراق مجاورة لسوريا. السوريون كبقية الشعوب لديهم مطالب بالحصول على فرص عمل وغيرها، وسيستمرون بالاحتجاج إلى أن تتحقق مطالبهم. وكيف ترى أداء الحكومة هنا في دولة الإمارات؟ فرغم أن الحكومة قامت بالعديد من الأمور التي أحجمت عنها بقية الدول، ولكن الديمقراطية غير موجودة أيضا. كما تعلمين نحن هنا مجموعة قبائل، يجب علينا خدمة شعبنا وتوفير التعليم والجامعات والمستشفيات والمنازل، فلا يوجد ضرائب هنا والحكومة تساعد المواطنين. لا يوجد ضرائب في البلد، الناس يحبون ذلك. أجل لا يوجد ضرائب والحكومة تعمل بشكل دؤوب، فمثلا أعددنا في مجلس الوزراء برامج لخدمة المواطن، وحددنا رؤيتنا المستقبلية ونعمل بجد لتحقيق ما نصبو إليه. تم مؤخرا الحكم على 5 ناشطين سياسيين بالسجن لمدة تتراوح بين 2 و3 سنوات، ثم صدر عفو عنهم بمناسبة العيد الوطني. فكيف حدث ذلك؟ وهل يمكن القول إن ما توفره الحكومة من تعليم ورعاية طبية مجانية وإلغاء للضرائب هو محاولة لشراء سكوت الشعب عن طريق إسعادهم بما يقدم لهم حتى لا يثوروا مطالبين بالتغيير كما حدث في مصر وسوريا؟ المذنب يجب أن يعاقب دوما، كما تعلمين فلا أحد خال من العيوب، ونحن كذلك لسنا مثاليين. فرغم أننا نعمل الكثير من أجل شعبنا، يبقى هناك المزيد مما يجب علينا تحقيقه، ونأمل كذلك أن يتغير هؤلاء 5 ويكونوا مواطنين صالحين لأجلهم وأجل شعبهم. هذا يقودنا إلى سؤال مهم، فرغم كل ذلك لا زال الناس غير قادرين على التعبير بما يجول في خاطرهم. هل تعتقد أن هذا هو الأسلوب الأمثل في الحكم؟ طالما أنهم لا يسيئون إلى أي شخص فهم يستطيعون قول ما يشاءون، وكما قلت لك لسنا مثاليين ولا زلنا نتعلم من تجاربنا ونحاول أن نقوم بعملنا على أكمل وجه ونساعد شعبنا، فلدينا ديمقراطية خاصة بنا ولا يمكن لأحد أن يصدر لنا ديمقراطيته، إذ أن الوضع هنا مختلف. فديمقراطيتنا مستمدة من القرآن الكريم الذي ينص على أننا أحرار فيما نفعل ما لم نؤذي غيرنا. البعض يقول إن عائلتكم تحكم دبي منذ حوالي 200 عام وأن ابنك سيحكم من بعدك. هل تعتقد أن هذا سيستمر للأبد؟ طالما أن هذه هي رغبة الشعب ستبقى قبيلتنا في خدمة هذا البلد. هل تعتقد أن هناك المزيد من الحكومات العربية ستسقط في الربيع العربي؟ أعتقد أن هذا الأمر يحدث كل حوالي 100 سنة ويجب أن نكون حذرين، فقد يحدث هذا في أي مكان، ولكن برأيي دول الخليج في مأمن في الوقت الحاضر.